قصة الإنسية التي تزوجت جني. كانت متزوجة ولها ابنتان، وتعيش عيشة رغدة، حتى أتاها زوجها في يوم ما وقال: لو علمت أن أصلي من الجن هل تعيشين معي؟ قالت: ما هذا التغريف؟ قال: تخيلي وأجيبينني. قالت: طبعا لا. قال: لما؟ قالت: لا أمن على نفسي منك. قال: أولا تحبينني؟ قالت: بل أعشقك بجنون، لكن لا أستطيع أن أحب شيئا أخافه. علاوة على ذلك جنسان مختلفان يستحيل أن يتفقا. قال: وابنتين ما مصيرهما في قلبك؟ قالت: أخاف منهما أيضا. قال: قد حملتيهما جسعة في بطنك. قالت: وإن. وباتا تلك الليلة متظاهرين أن لا شيء حدث، إلا أن زوجها لم ينم أصلا. حتى أفاقت وجدت البيت خاويا من زوجها وابنتيها، ووجدت رسالة من زوجها يقول فيها: إني قد حاولت أن أمهد لك مرارا بحقيقتي، ولكن لم أجد في قلبك صمودا. أتتذكرين حين كنت صغيرة في بيت أبوك؟ كنت دائما تمشطين شعرك وتتمرجحين عند شجرة التفاح في حديقتكم، وكنت أنا مشغوفا بالتفاح كثيرا، إذ كنت أتسلل من أرضنا عبر هذه الشجرة، وتعودت عليك حتى عشقتك، وجلست حين من الدهر أراقبك تكبرين وتزدادين جمالا، وازداد بك عشقا، إلى أن أصبحت فتاة في سن الزواج. فأعلمت أهلي بعشقي لك ورغبتي في الزواج منك، وقوبلت برفض شديد، لا سيما أن أبي هو سيد قبيلتنا، من غير المعهود أن يتزوج الجن بالإنس، لأننا ننظر جنسكم نظرة دون. إلا أنني أصررت على طلبي، متحديا عاداتنا وتقاليدنا، وأبي الذي قرر أن أنفى من أرضنا إن لم أعد عن قراري. ولكنني تحديت قومي جميعهم، ونفيت عن أرض الجن، وتزوجت بك يا قلبي، وكانت حياتنا سعيدة، إلى أن جاءني مرسول من قومي يطلبونني فيه، إذ إنه نشبت حرب عظيمة ضروس بين قبيلتنا وقبيلة المجاورة، وقتل جدي وأبي وأعمامي وإخوتي، ولم يبقى غيري لسوء حظي وحظهم أيضا، ولا مفر من الرفض. يجب أن أعود للدفاع عن أرض أجدادي. فلم يكن مجال أن أرفض، وخفت أن أودعك ابنتين فترميهما أو تقتليهما لو بان شيء من جنسهما الجني، بعد أن أكدت لي موقفك مرارا من استحالة العيش معي وابنتي. والحق يقال أنني لم أستطع مصارحتك بحقيقتي، ولكنني حاولت التلميح لك كثيرا، وفي كل مرة تصدينني، فأخترت الهرب بهما، علنا نلتقي إن انتصرنا في الحرب، أو نلتقي في حياة أخرى. سامحيني. ووصيتي لك بحق عشرتنا وحبنا الطاهر ألا تخلعي خاتم زواجنا من إصبعك. أستحلفك بكل ما هو غال ومقدس في حياتك. زوجك المحب. جن جنونها لما قرأت رسالته، ووجدت البيت خاويا من ابنتيها، وتساقطت دموع اللوعة فوق خديها. لم تفكر في ابنتيها ولا في أن زوجها من الجن، إذ تتساوى الأجناس أمام الحب العظيم. كل ما كان يشغل بالها هو خوفها أن يصيب عائلتها مكروه، حتى وإن كانوا من الجن. صحيح أن الإنسان لا يستطيع تقدير الأشياء حق قدرها إلا حين يفقدها. وأخذت تنظر لخاتمها بحرارة، وتحس بدفء في إصبعها وقلبها، فتعلم أن حبيبها بخير. لا خير في جنس أنت لست همه. لم يعد بعدك لي لا إنس ولا جن. قد تعت بعدك يا حبيبي. إنني في بلدة الإنسان مسجون وسجان، ومرت الأيام والليالي وهي لا علم لها بمصير عائلتها، وهذا ما كان يضنيها، إذ كيف تستعلم عنهم؟ حاولت مرارا أن تذهب لمشعوذين يدعون الاتصال بالجن، ولكن لا فائدة، إذ اكتشفت أنهم مجرد محتالين. إلى أن جاء يوم دخلت الحمام تغتسل، وخلعت خاتمها، وحين خروجها نسيت الخاتم في الحمام، وخلدت للنوم، إذ كانت متعبة من قراءتها لكتب الجن طوال اليوم. حلمت بحلم غريب: ابنتها يبكون وهم ينظرون إليها وإلى أبيهم الذي كان يحارب غولا أسود ضخم ينفر النيران من أنفه في كل مكان. صرخ بها زوجها: لماذا خلعت الخاتم؟ أرجوك اهتديه ولا تخلعيه مرة أخرى. أفاقت من نومها مفزوعة ممسكة بإصبعها، فانتبهت أن الخاتم غير موجود، فنهضت مسرعة للحمام، ولبست الخاتم وهي مرهقة جدا من هذا الحلم المخيف. وفي نفس الوقت تفكر: لماذا لم أحلم بهم إلا حين خلعت خاتمي؟ وأخذت تحملق في فصه اللوري الأحمر أمام المرآة لوهلة، إلى أنها سمعت صوتا خارج المنزل، فاقتربت من نافذة الحمام لتفاجأ بمعركة بين نسر أحمر وكلب أسود، وفوق غصن شجرة التفاح
وقفت حمامتان بدا أنهما يراقبان المعركة، وكان الكلب ضخما جدا، إلا أن النسر كان سريعا. لم تستوعب ما تراه عينها، وسط الذهول والهلع الشديدين أخذت تتذكر الكابوس الذي حلمت به لتوها، الذي بدأ يتلاشى شيئا فشيئا.